كلنا شفنا فيلم رابنزل، بس هل كلنا عارفين قصتها الحقيقية؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا عارف ان انا بقالي فوق ال5 شهور تقريبا ما نزلتش ولا فيديو، بس زي ما انتم شايفين كنا بنغير الأوضة كلها تقريبا. هنا اهو كده في شاشتين، رف جديد، كتب بتاع، غيرنا لون الحيطة بقت اسود اهو هنا كده، وهنا احمر، وجنبه هنا اشكال وبتاع ومش عارف ايه. فكان لازم تستنى عليا حبه قبل ما الدنيا تخلص، واسف لو في حبه صدى، انا لسه بحاول اشوف حل للمشكله دي. في الفيديو بتاع النهارده هاجي اكلمكم عن قصه فيلم تانجلد، او زي ما احنا بنقول فيلم رابنزل. القصه الحقيقيه بقى مش اللي ديزني بتحكيها، ودي ان شاء الله هتكون سلسله معانا طول شهر اكتوبر عشان هو شهر الهالوين وكده. فهتبقى سلسله معانا متكونه من 4 فيديوهات تقريبا ينزلوا على مدار الشهر ده. هحاول ينزلوا على مدار على مدار الشهر ده، بس ما وعدتكوش قوي، ممكن ينزل 3 فيديوهات بس، ممكن 4، ممكن 5، انتوا حظكم بقى. قبل ما نبدأ الفيديو عايزكم تعملوا لايك، تعملوا شير للفيديو مع صحابكم، يمكن يعجبهم المحتوى اللي انا بقدمه. وما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله، واللي هو مش كتير بس يوصل لكم الحاجة جديدة اول ما تنزل. وطبعا المفروض ده يكون الفيديو الميثولوجيا ده الجزء التاني، بس السكريبت لسه بيتكتب، انا او بقالي 5 شهور ولسه مخلصش السكريبت. اوكي، يلا خلينا نخش الفيديو. خليني كده قبل ما نخش على القصة على طول اديك ملخص الفيلم لو انت ما شفتهوش، يعني مش عارف انت ازاي ما شفتهوش لحد دلوقتي. لو ما شفتهوش روح شوفه، موجود على ديزني بلس، ولو انت معكش فلوس ديزني بلس موجود في كل حتة تانية وانت فاهم انا قصدي ايه. تمام، يلا بينا. في بداية الفيلم بيحكوا لنا عن وردة ذهبية. الوردة دي ليها قدرة عجيبة في شفاء الأمراض. وبعدين بنشوف واحدة عجوزة، والعجوزة دي اسمها جاثل، وجاثل دي بتستخدم الوردة دي عشان تفضل محافظة على شبابها للأبد. بنتنقل لقصر الملك والملكة، وبنكتشف إن الملكة جالها مرض غريب أثناء حملها. تستخدم نفس الوردة السحرية دي علشان تعالج نفسها، وبتتنقل قوة شفاء الوردة دي للطفل اللي الملكة كانت حامل فيه، واللي هي برضه تبقى البطلة بتاعت قصتنا، واللي هي رابنزل. وقوة الوردة اتنقلت بالتحديد في شعر رابنزل، واللي هو كان طويل جدا ولونه ذهبي. لكن جاثل ما بتسكتش، هي بتحتاج قوة الوردة دي علشان تفضل شابة، فبتروح وبتخطف رابنزل. وبالفعل بتخطفها وتروح تحبسها في برج طويل في نص الغابة، ملوش ولا سلم ولا مدخل ولا أي حاجة، كل اللي فيه شباك بس موجود فوق خالص. وبتقنعها إن العالم الخارجي ده شرير وهي مش هتقدر تعيش فيه لوحدها. ورابنزل عشان ما كانتش تعرف حد غير جاسل دي فصدقت كلامها، وفضلت عايشة في البرج ده لمدة 18 سنة، لحد لما بيظهر واحد اسمه فلين رايدر. وفلين ده كان رايح يسرق البرج اللي رابنزل عايشة فيه، لكن رابنزل بتقفشه وتكتفه وتقول له ياخدها للعالم الخارجي ويفرجها على الأنوار اللي في السماء اللي بتحصل كل سنة يوم عيد ميلادها. جاثل بتعرف اللي حصل ده وبتقرر إنها تعاقب رابنزل باستخدام فلين. لكن فلين كان عنده خطة انه يخلص بيها من جاثل، والخطة دي هي انه يقص شعر رابنزل. ولما يقص شعر رابنزل مش هيبقى فيه سحر، وجاثل مش هتفضل شابة وهتعجز. وفعلا بينفذ خطته دي ويقص شعر رابنزل، بس قبل ما يقصه جاثل طعنته. وبعد ما قص شعر رابنزل شعرها اتحول للون البني اللي هو لونه الأساسي. جاثل بتتفاجئ من اللي فلين عمله، وبتبدأ ترجع لورا بالراحة هي مصدومة، فبتتكعبل في شعر رابنزل المقصوص وتقع من الشباك بتاع البرج. وفي نفس الوقت رابنزل بتروح عند فلين وتبدأ تدمع، فينزل دمعة منها على وشه وتعالجه، وتكتشف ان دموعها فيها برضو القدرة بتاعت الزهرة الذهبية دي، وبتقدر تشفي فلين من الطعنة بتاعته. بترجع بعد كده رابنزل مع فلين لعيلتها ويعيشوا حياة سعيدة. دي القصة بتاعت الفيلم او القصة اللي ديزني حكيتها لنا. تعال بقى اقول لكم ايه هي القصة الحقيقية بتاعت رابنزل. مبدئيا كده في نسخ كتير قوي من القصة دي، اللي انا هحكيها النهاردة قصة سنة 1812 لبراذرز جريم، واللي هم يبقوا اخين المان جمعوا ووثقوا قصص كتير من اللي اتربينا عليها، زي سنو وايت
سندريلا وحاجات تانية. القصة بتبدأ بإن في راجل ومراته كان نفسهم يخلفوا جدا، وبعد مدة كبيرة الست دي بتحمل. كان في جنبهم ساحرة بيقدروا يشوفوا الجنينة بتاعتها من الشباك بتاع المطبخ، والحديقة بتاعتها كان فيها كل أنواع الزهور والأعشاب. كل الناس كانت بتخاف تخش الحديقة بتاعت الساحرة دي عشان ساحرة وكده يعني. وفي يوم الست الحامل دي كانت واقفة في شباك المطبخ وشافت أحلى رابنزل في الحديقة بتاعتها. رابنزل هنا مش قصدي اسم الشخصية، رابنزل في القصة هو نوع من أنواع الخس. المهم انها كان نفسها فيه قوي، بس ما كانتش عارفة تجيبه منين غير من عند الساحرة. ففي يوم تعبت جدا وجوزها سألها مالك، قالت له لا، ما قالتلوش مفيش، قالت له انا لو ما اكلتش رابنزل من اللي في الحديقة بتاعت الساحرة دي انا هموت اكيد. جوزها علشان كان بيحبها جدا قرر يخاطر ويروح الجنينة ويجيب لها الرابنزل ده مهما كان التمن. وفي يوم نط من على السور الفاصل ما بين جنينتهم وجنينة الساحرة وجاب رابنزل ورجع بيهم لمراته. راحت مراته على طول اخدت منه رابنزل ده وقامت عملته سلطة واكلته بشراهة. طعمها كان حلو قوي بالنسبة لها. تاني يوم رغبة الست دي في انها تاكل الرابنزل زادت 3 أضعاف، وعشان جوزها مش بيقدر يرفض لها طلب راح ونط السور. لكن المرة دي اتفاجئ ان الساحرة في الجنينة. قعدت تزعق معايا علشان جرأته وان هو ازاي يسرق منها. الراجل اخد ظروف حمل مراته كحجة وشرح لها انه ما ينفعش يرفض لها طلب وهي حامل. الساحرة قالت له انا هقبل عذرك وكمان هديك كمية الرابنزل اللي انت عايزها، لكن بشرط انك تديني طفل اللي مراتك هتخلفه. من خوف الراجل راح جاي موافق على الشرط ده. وفعلا اول لما مراته خلفت الساحرة جت وسمت البنت رابنزل واخدتها معاها. رابنزل كانت أجمل طفلة في الوجود، ولما تمت سن 12 سنة الساحرة حبستها في برج عالي ما كانش فيه ولا باب ولا سلم، هو يدوبك كان شباك واحد. ولما كانت الساحرة بتكون عايزة تطلع البرج ده رابنزل كانت بتقف تحتيه وتقول كلمة كده، تقول بازل شعرها كان عامل شبه الدهب. ولما كانت بتسمع الساحرة بتنادي كانت بتفك شعرها ده وتربطه في الشباك وتنزله 18 متر لحد الأرض. كانت الساحرة بتستخدم شعرها شبه الحبل، كانت بتتسلق بيه لحد لما بتطلع لحد البرج من فوق. وفي يوم عدى أمير شاب في الغابة اللي كان فيها البرج بتاع رابنزل. هو ماشي سمع صوت حد بيغني، والصوت ده شده جدا لدرجة انه فضل ماشي وراه لحد لما وصل عند البرج اللي رابنزل فيه ويشوف الأمير رابنزل وتعجبه وكمان يحبها. لكن بيأس لما يلاقي ان مفيش ولا باب ولا سلم ولا اي حاجة تقدر تخليه يوصل لها. فضل يجي غابة كل يوم علشان يسمع رابنزل هي وبتغني، لحد لما في مرة شاف الساحرة وهي رايحة وسمعها بتقول لرابنزل دلدلي شعرك. هنا بس عرف ان في طريقة يطلع يشوف رابنزل بيها. فضل فاكر الكلمات دي وراح عند البرج بالليل وراح قايل لرابنزل دلدلي شعرك، وهي طبعا هتجي منزله شعرها وما حسيتش بفرق صوت، خشونه في الحنجره في اي حاله عادي جدا. اي حد يقول لها رابنزل دلدلي شعرك بتدلدله. المهم ان راح جاي رابط شعرها حوالين جسمه وبدأ يتسلق البرج ده. في البداية رابنزل كانت خايفة منه بحكم انها تقريبا ما شافتش رجالة قبل كده في حياتها، لكن مع الوقت بدأت تعجب بيه. وكمان اتفقوا ان هو يجيلها كل يوم وتنزل له شعرها ويطلعوا يقعدوا. والحوار ده فضل لفترة طويلة. الساحرة ما شافتش الحوار ده غير بعد ما رابنزل سألتها سؤال وقالت لها وانا ليه كل هدومي ضاقت عليا ومبقوش مقاسي. اتخضت الساحرة وقالت لها ايه اللي انتي بتقوليه ده. وهنا عرفت الساحرة ان رابنزل حامل وانها كانت بتضحك عليها كل الوقت ده. الساحرة اتعصبت جدا وراحت جاية واخدة شعر رابنزل ولفته كام لفة كده حوالين دراعها وراحت جاية قصاه. ما اكتفتش بكده كمان، دي راحت جاية واخدة رابنزل وبعتاها للصحراء، وهناك رابنزل عانت كتير. لكن بعد فترة معينة كده خلفت توأم ولد وبنت.
وفي نفس اليوم اللي الساحرة بعتت رابنزل السحرة فيه، الأمير راح كالعادة وقال الجملة اللي هي رابنزل دلدلي شعرك. راحت الساحرة ربط شعرها في الشباك ونزلته زي ما رابنزل كانت بتعمل. ولما طلع الأمير فاجئ إن الساحرة اللي موجودة ورابنزل مش موجودة، وزعقت الساحرة معاه وقالت له أنت خسرت رابنزل للأبد. الأمير من يأسه راح جاي رامي نفسه من أعلى البرج، ولكنه نجا وبأعجوبة، لكن دفع حق محاولة الانتحار دي بأنه فقد بصره للأبد، وبقى على طول ماشي في الغابة بيعيط حزين، وما كانش بياكل غير العشب والجذور وكده. وبعد كام سنة وصل للصحراء اللي رابنزل كانت عايشة فيها بؤس هي وعيالها. سمع الأمير حد بيغني، وحس إن الصوت اللي بيسمعه ده صوت مألوف جدا. لكن من الناحية التانية رابنزل لما شافته طلعت تجري عليه وراحت جاية حضنه، وقعت دمعتين من دموعها على عيونه ورجعله بصره من جديد. وبرضه بنعرف هنا ان دموع رابنزل دموع سحرية. بس كده هنبقى وصلنا لآخر القصة بتاعت النهاردة، واللي كانت قصة رابنزل. إن شاء الله عندنا السلسلة دي هي ميني سيريس، مش سلسلة كبيرة يعني، ممكن بعد كده نبقى نكملها لو عجبتكم. عندنا إن شاء الله دي كده رابنزل تمام، عندنا قصة ويني ذا بو او ويني الدبدوب، وعندنا قصة بيتر بان وقصة موانا تمام. لو عايزيني احكي لكم اي قصة تانية حقيقية تقدروا تكتبوها تحت في الكومنتات، وان شاء الله نعملها. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على الفيديو لو عجبكم، وتفعلوا زر الجرس، وابعتوا الفيديو لاصحابكم يتفرجوا لو فكركم انه ممكن يعجبهم، وابعتوه كده كده. ولو عندكم اي افكار جديدة نعملها في القناة تقدروا تكتبوها تحت في الكومنتات، وكل اللينكات بتاعتي هتلاقوها في الديسكريبشن، والانستجرام هظهر لكم هنا او هنا، والتيك توك نفس الكلام برضو. بس سلام.